وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ولايف جديد على قناتكم هنا على قناة باسم سمير بتاع تصديق. طيب احنا النهاردة هنتكلم حوالين حدوتة من حواديت البيزنس. هي حدوتة حالية، ممكن الحدوتة دي نقدر ان احنا نستفيد منها بشكل اساسي ورئيسي. هي ايه الحدوتة دي؟ هي حدوتة بلبن والعبد. معرفش اذا كنت حضراتكم متابعين ولا لا اخر التفاصيل اللي بدأت. طبعا براند بلبن هو براند شغال في الحلويات، بدأ ان هو يبقى موجود بكثافة. بدأت ان تبقى السمة المميزة بالنسبة له انه يبقى في تكدس ويبقى في طوابير قدام المحل، فده يدي انطباع انه ان الناس عايزة تشتري بكثافة وبدأ ان بلبن يبقى موجود بشكل اساسي ورئيسي وموجود في اكتر من فرع، وبدأ يبقى كمان له وجود كمان برا مصر. لكن ويعني بدأ انه وانه عمل مصطلح البيستاشيو اللي هو الفستق، فبدأ ان هو يعني يبقى في مسمى جديد من بلبن للحلويات والبعض المكونات، وبدأ ان هو يتعامل بطريقة شوية مختلفة في الماركتينج. نقدر نقول ان هي طريقة اجريسيف او طريقة طف شويتين تلاتة، في انه هو يعني داخل بشكل جامد وبشكل ناشف شويتين تلاتة. لغاية يمكن في ايه، في اخر 10 ايام او في اخر اسبوعين في رمضان، لما بدأت ان الناس بقى تتكلم انه هيبقى فيه اهلا باستاذ خالد، ان لما هيبقى فيه بقى الكحك وكده، فبدأ بلبن يتكلم ان هو كمان داخل في بزنس الكحك، وان هو يعني شكرا لكل الناس، وان يعني بيشكر ضمنيا بطريقة فيها نوع من التريقة او الاستهزاء او الكوميكس على العبد. آه، والمعروف طبعا ان العبد كحلواني حد يعني شغال من فترة طويلة، بس المفروض انه اول ما نزل يعني هو كان مطلع الناس اللي بتوع العبد لابسين اليونيفورم بتاع العبد، والعبد يعني اتحرك فاتمنع الاعلان، بس الاعلان نزل غرق السوشيال ميديا، وبعد كده العبد راحوا رادين باعلان تاني انه يعني بيتكلموا حوالين التاريخ بشكل رئيسي واساسي، انه العبد هو تاريخ، وانه هو وإنه حاجة حصلت الفترة اللي فاتت دي. حصلت يعني بشكل رئيسي في السعودية فيما يتعلق بلبن. بعد الهيصة دي كان في يعني بدأت الأول إن في حالات من حالات التسمم بدأت تبقى موجودة في أحد الدول الخليجية بين قوسين المملكة العربية السعودية، وانه التسمم ده وانه الابليكيشن بتاع او الاوردرات او طريقه الطلبات اونلاين من خلال بلبن ما بقتش موجود. آه، فبدأ هل دي صدفة؟ طيب، طبعا احنا يعني كمعنيين بشكل رئيسي بالتصدير وبالتسويق الدولي، هيئة الغذاء والدواء السعودية من أصعب الهيئات والكيانات اللي ممكن إن أنت تتعامل معاها وتفضل إن أنت تتعامل معاها. بمعنى إنه يمكن الناس متعودة إنه خلاص إحنا تمام وبدأنا ودخلنا وعملنا تراخيص وعملنا دنيتنا وعملنا وسوينا. بس لكن يعني إلى حد كبير المشكلة اللي بتبقى موجودة إنه هيئة الغذاء والدواء السعودية طول الوقت هي بتبعت ناس وبتشوف. فطبعا أي حاجة ليها علاقة بالغذاء وبالدواء في هناك في المملكة العربية السعودية بيتم التعامل معاها بقسوة مش بحزم.
وانه يعني وخصوصا لو حاجة بتتعلق بأي حاجة ليها علاقة بالجودة، ليها علاقة بأي تفصيلة أو بأي تفصيل من التفاصيل اللي ممكن بتبقى موجودة. ف يعني هل دي في ظل المنافسة فبلبن الضرب تحت الحزام؟ وارد. طيب هل ده له علاقة بشكل ما أو بآخر بإنه بلبن مش مركزين على الجودة وعلى إدارة الجودة وعلى السيطرة على ده، وإنه فكرة إن أنت توسعت ورحت وفتحت في السعودية اللي هي من أصعب الدول إن أنت تشتغل معاها من غير ما أنت تبقى محضر نفسك ومظبط نفسك بشكل كويس؟ ده برضه وارد. ف يعني دي حاجة أتمنى طبعا إن الناس اللي موجودة معانا على اللايف تشترك معايا يعني في النقاش وفي التفصيلة دي. أولا حضراتكم موجودين فين، سواء كانت يعني سواء من مصر أو من برا مصر، وهل عندكم فروع قريبة بلبن منكم ولا لأ؟ جربتوا بلبن ولا لأ؟ تعليقاتكم عليه إيه؟ جربتوا العبد ولا لأ؟ فمهتم انه الناس اللي موجودة على اللايف يبقى في تفاعل ما بيننا وما بين بعض في هذا السياق، يعني لو انتم مهتمين بالموضوع. لانه كمان موضوع بلبن والعبد ده هو كمان درس في التسويق، و يعني درس في التسويق، درس في البيع، درس في البراندنج. هو انت يعني برضو لو الناس شافت حتى الدراما في رمضان، الدراما في رمضان في الدراما اللي بقالها كذا سنة، اللي بقى ما بين يعني اللي جت غادة عبد الرازق، وجت بدأت إنها تكملها وتدخل فيها يعني متأخر بقى بمسلسل شباب امرأة، بقى على فكرة طبقة معينة وأداء معين وتناول معين لقضايا معينة، من أول بقى الأسطورة ليه لأنه ده اللي تحس إن الناس حباه، لغاية ما دخلت الموجة بقى بتاعة القطايف بتاعة سامح حسين مع مسلسلات بتناقش بقى قضايا مختلفة زي أبناء الشمس أو ولاد شمس، يعني وقضايا مختلفة طبعا لم شمسية والغاوي أحمد مكي وشوية يعني تفاصيل. هذه التفاصيل خلت ان في مدرستين، في طريقتين في كل حاجة يعني. بقى في حالة من الانقسام بس على فكرة مش كان خاص بس بهلال او يعني فكرة استطلاع الهلال وامتى العيد ما بين الدول العربية والإسلامية اللي تقريبا يعني كان نص بيعيد الحد والنص التاني بيعيد يوم الاثنين. لا ده كمان انه يعني انقسام في الذوق حتى في رمضان ما بين مسلسلات كانت ترند. اعتقد ان الكيرف بتاعها بدأ ينزل ويقع زي المداح مثلا، سيد الناس بقى على برضو على فهد البطل، على المسلسل بتاع مصطفى شعبان، على حكيم باشا، على ان في خلاص يعني الناس بدأت انها تمل من ستايل معين، من طريقة معينة موجودة، والطريقة دي بقت شويتين 3 4 5 صعبة، ما بقتش مقبولة طول الوقت. فدي كان كده يعني حدوتة بيزنس، حدوتة جديدة. يمكن احنا قبل كده اتكلمنا على دانكن دونتس، اتكلمنا قبل كده على يعني شوية تفاصيل. التفاصيل دي أكتر ليها علاقة ب يعني إنه إزاي من التحديات او من القصص اللي ممكن تبقى موجودة، ازاي ان احنا نقدر نتعلم، ازاي ان احنا نقدر نفهم ونبقى حاطين في الاعتبار ان احنا ممكن ازاي نستفيد من القصص دي. انا شاكر جدا لحضراتكم، وتابعونا الفترة اللي جاية في مزيد من اللايفات، واتمنى من حضراتكم ان انتوا تنضموا معانا.